الاخوان السلام عليكم. كما غتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد ونصيحه جديده. سي عبد الرحيم تحياتي. السلام عليكم. مرحبا. بغيت نسولك الاخ عبد الرحيم ايه على الموضوع ديال علاش هذا علاش هاد الفيديوهات ديال التفاهه كيطلعوا بزاف بالعوي. سي عبد الرحيم، هذا اللي كيدل على واحد المساله اللي هي ياك سمعتي بان اغلبيه المجتمع ديالنا ما مخدومش من الاول ديالو، من التنشئه ديالو فيه قوه العشوائيه وقوه الطرف كله، يعني واحد الخليط من سميتو هو اللي هذاك هو السبب اللي كيخلي الانسان ما كي ما مجرد كيطيح في التقليد. فيما بان ليه بنادم كيمشي ما كيخدمش العقل ديالو باش هو يكون مقتنع بالافعال ديالو والاقوال ديالو والتنشئه ديالو. هذاك الشيء من الجذور من حيت حنا اغلبيه الدول العربيه والاسلاميه ما كيبنوش الانسان، كيبنوا الطرقان ويبنوا البروج، ولكن الانسان ما كيبنوش كيبنوا الحاجه اللي غيصوروا فيها ولكن ما عندهمش هما مصلحه يبنوا المجتمع. بنيه الانسان ما كاينش. لا ما كاينش بنيه الانسان، ما عندناش، معدوم. واللي كيدل هذا ما هو ملي كتشوف التعليم مخرب من الوسط ديالو، من الوسط ديالو بخاوي، هذا هو اللي كيعطينا هاد الحوايج هذا. حيت كنشوف دابا فيديو فيه المعقول كتلقى فيه المشاهده قليله، وفيديو ضرب الملايين ديال التفاهه. ما فهمتش دابا هادشي اللي بغيت نفهم انا هو. ودابا الشارع عايش فيه التفاهه. ملي كتخرج للشارع كتلقى التفاهه هي اللي عايمه فوق المجتمع. حيت اغلبيه المجتمع ديالنا كينشئوا كيكونوا الشارع، ما كتكونوش المدرسه. حنا هضرنا في هذاك الموضوع بان الانسان يلاه كيتلقى 10% من الدار من الاسره، و70% من الشارع، و30% من المدرسه. يعني شكون اللي طاغي هنا؟ هذا هو اللي غادي يعطيك التفاهه. هذا غادي يعطيك واحد المجتمع اللي هو كيهتم بالتفاهه. هذه حاجه واضحه وسهله ما يحتاج كاع الانسان يستغرب فيها. كما كتشوفوا الاخوان راه ما كنعموش حنا، غير ما كنعموش، ولكن يعني راه صائب، يعني كلام في حقه. صح. كتخرج برا دابا عاد شوف على المجتمع ديالنا حنا، اغلبيه المجتمع ديالنا حنا كي داير. الا شافوك نقولوا درويش ولا محترم راسك كيحقروك، يلا، ولا يستغلوك. غير من اللبس كتبان، غير لا حيت كنحكموا على المظاهر. حنا ما كنهضروش، ما كنحكموش على اللب ديال الانسان الداخل ديالو واش هو فيه. ولكن اغلبيتنا حنا كيعطرنا المجتمع، ما كنتعطروش بشي حوايج اللي هما خصنا نكونوا مشتركين فيهم. علاش؟ يعني خص التعليم يعلمك التربيه، يعلمك الاحترام الانسان، احترام بزاف ديال الحوايج. يعني هذاك التعليم هو اللي خاوي، هو اللي بيكون الحيوانات. تحترم الاحترام راه كيكون شمولي. تحترم راسك، تحترم الناس، تحترم الشارع، تحترم الانسان، تحترم الاحترام كيكون شمولي ما فيهش زوسي. فهمتيني؟ هذيك المدرسه هي اللي خصها تنتج لنا حنا هاد الاجيال هذه. وهذا الشيء الا بغيت تغيرو خاصك تلعب على 3 الاجيال. يلاه غادي توصل لواحد 70% ولا 60%. ملي كتشوف المدرسه خاويه من الداخل ديالها، اش غادي تنتظر انت من المجتمع؟ يتحمل المسؤوليه الاسر فقدوا الشيء لا يعطيه، هو اصلا ما مكونش. اش غادي تنتظر منه هو يكون لك؟ كما قلت لك قبيله، قلت لك اودي راه قلت لي على الدراري، قلت لك اودي راه الاباء حتى هو مساكن، راه الله يلاه ما حتى هو ما مكونش. ولكن يعني ما يعني الاغلبيه الا كانت الاغلبيه ضعيفه كتقضي على الاقليه، ما كتبانش. واخا تبغي تصلح، واخا تبغي. وحنا اصلا عندنا جينا في واحد المنطقه اللي هي مخلطه فيها خليط من الثقافات. هذا الخليط من الثقافات بحال الا جديتي قوت الالوان وخلطتيهم، اش من لون بيعطوك واحد اللون ما مفهومش. خاصك انت تحاول دير ليه سميه ودير ليه الشكل ديالو ودير ليه سميتو اسم. ملي كنخلطوا قوه الالوان اش بيعطونا؟ ماشي مشكل، هي يكون تخليط الالوان، ولكن كاين شي حوايج اللي خصنا نكونوا مشتركين فيهم. تنوع مزيان، الله خلق الكون من التنوع، ما خلقش لينا واحد الماده ولا جوج. ان تعدوا نعم الله فلا تحصوها.
يعني خلق الله التنوع لا في الحياه ولا في الكائنات ولا في الكواكب ولا كل شيء فيه التنوع، حتى الانسان فيه التنوع. احنا ما عندناش ثقافه التقبل الاخر، حنا كنسمحوا لروسنا نغلطوا، ولكن ملي كيغلط شي واحد كتنوض ضجه وتنوض هضره وتنوض بزاف ديال الاشياء كأن حتى واحد معمر غلط، غير هذاك الانسان هو اللي غلط. يعني اغلبيه تابعين التفاهه. تفاهه صافي، حيت هو مركب، هو من الاول تنشئه تافهه. هو التنشئه هكاك ديالو داير، اش غادي يدير، اش غادي تسنى منه، اش غادي يدير. والتفاهه هي اللي هي هما كيهضروا بواحد اللغه اللي هي نخبويه. ويقدر هذا النوع هذا يكون حتى من دوك بحال دوك اللي كيبينوا عيالاتهم في الفيديوهات كيبان معمر طول. هذاك مساله، هذاك راه لا شيء كاع بواحد الناحيه. يا هو انت تجيب باش انت تصور واحد جوج فرانك، تجيب المراه ديالك ولا تجيب الولاد ديالك ولا تجيب هذا وثدا باش توصل لواحد التفاهه. حتى هي هذيك التفاهه، هي راه تفاهه، هي كتشجع التفاهه الكبيره، فهمتي؟ هذاك المحتوى هو تافه، هو يعني منتعش. شوف الانسان راه داك الشيء اللي هو فيه، هو داك الشيء اللي كيخرج منه هو اللي كيعطيك شخصيته، وداك الشيء اللي كيدير هو اللي كيعطيك شخصيته. الانسان راه ما يتوضر عليك، ما غاديش يتجلى عليك. الانسان راه ثلاثه الحوايج هما اللي كيعطونا الشخصيه ديال الانسان. عندك واحد التولد كتورثو من الجذور ديالك، وواحد التولد كيعطيه لك الله خصوصيه من عنده، حيت كتكونوا خوت وكل عنده خصوصيه ديالو. وواحد التولد كتنشئوا لك البيئه اللي كبرتي فيها. هاد الثلاثه هما اللي كيعطونا الشخصيه ديال الانسان. كما كنظر لهاد الحوايج يعطيك شكون هو، وعلاش كل هذيك الخصوصيه ديال الله. علاش؟ حيت كتكونوا ولادك نيت من صلبك انت ما مشروك معك فيهم انت واحد، وكيكون فيهم الاختلاف. هذوك هما الخصوصيات ديال الله اللي كيعطيهم الانسان في الانسان، كيخلقهم الله في الانسان. سبحان الله العظيم. هذا هو المشكل. يعني حنا خصنا نخدموا على 3 الاجيال ولا 4 الاجيال يلاه باش نوصلوا لواحد المستوى ديال يعني اللي هما وصلوا ليه ناس اخرين. كاين هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. علاش التفاهه؟ ولكن التفاهه ما كتعطي حتى شي اثار، كتعطيها التخريب، بحال شي حاجه بحال البرد، بحال الشفاوي. شتي التفاهه بحال الشفاوي ما عندهاش اثار. يعني الا كانوا كلمات زوينين وسمعهم ديال البشر واستفدت منهم 20 و80 ما تستفدتش، راه فائده هذه، ما عندناش مشكل. المهم مع هذيك 20، ولكن هذه الاقليه هي اللي خلات هذيك التفاهه، هي اللي خلات الاقليه ما تبانش. حيت الناس غير كتقلد، حنا تنشئتنا غير تقليديه، كنقلدوا التقليد الاعمى. اغلبيتنا كنقلدوا التقليد الاعمى، ما كنعتمدوش على. وانا باش تجي وتقنعني بواحد الحاجه ما غاديش نعتمد على هذاك الشيء اللي قلت لي. خصني نحللو، نفككو ونحللو، عادي يمكن لي ونجمعو، عادي يمكن لي نقتنع به. ماشي مجرد تقول لي وانا نقول هذاك وهذاك يقول هذاك. حنا غير كنستهلكوا كل شيء، مجرد كنستهلكوا وكنضيعوا. كان خصني نجمع منك اش قلتي لي وانا نديها لواحد المجموعه نقولها لهم، والاخر يجي يهزها يديها الاخرين يقولها لهم بلا ما يفكر بلا ما يحلل بلا ما والو، باش يقتنع واش هذيك الحلقات اللي تستحق نقولها ولا ما نقولهاش. واش يعني هاد واش فيها بحث، يعني بحث واش يعني بحث. هذا هو المشكل. حنا علاش طايحين في هذا الفخ هذا ديال التفاهه، كتقضي على الجديه وتقضي على الحوايج اللي هما مفيدين. هو الانسان ما غاديش تقنع عنده، هو هذا كيحسب لك هذاك، هو مجرد كيستهلك على الكلام، كيعتبرك حتى داك الشيء كتقول انت كلام. وكتبقى الامور مجرد اقوال، حيت البنيه ديالو الاولى الاساسيه ما مبنياش، ما مخدومش. كون هو كان مخدوم 100، كان مخدوم، راه ما غاديش تقنعوا انت بلاتي. الا ما اعتمدش على شوف، راه دابا التقليد هو اللي كيجمد العقل. ملي كتبدا من عند هذا وهذا كيجمد العقل. ودابا الانسان اللي ما كيقراش شويه الكتوبه ما كيخدمش العقل ديالو. شكون اللي كيخدم لينا حنا العقل؟ كيفاش كيخدم لينا العقل؟ ملي كنكونوا مركزين على واحد القصه ولا واحد الموضوع ولا واحد الكتاب ولا واحد سميتو، كيخدم الحس وكيخدم الشعور وكيخدم العقل. شوف الكتاب دابا شحال بحوايج كيخدموا في الانسان، 3 الحوايج. ولكن ما كيقراش انا اغلبيه ما كنقراوش الكتاب. هذا هو المشكل ديالنا حنا. حتى العقل ما كيخدمش، الا ما كيقراش العقل ما يعمرو يخدم. كيكون على يقين، كيكون مجمد، كيكون بحال مجرد شي قنطره كتمر عليها الاشياء. كيسمع وكيقول وكيعاود ينقل من هكا وينقل من هكا وينقل من هكا ويسمع من هكا وينقل من هكا، وكيولي حتى فضولي، كيولي فيه فضولي، يولي يبحثك انت، يدخل لك في شي حوايج غير باش هو يعرف باش يعمر ذاك الفراغ ديالو باش يعاود.
كيدخل لك في شي خصوصيات وفي شي حوايج اللي هو ما عندوش، ما عنده فيها حتى شي مصلحه، مجرد خاصو يعمر باش يجمع. هذا هو المقصود من هذه الامور كلها. ونطلب الله ودها الاخ عبد الرحيم يا رب تسترنا في الدنيا. والله تبارك وتعالى، شوف الله تبارك وتعالى كيعطي كل شيء، ولكن ما كيعطيهش فابور. الجنه راه ما عطاها لك فابور، راه اللي ما خدمتي عليها ما غادي تخلص عليها. ان الله يحب الصابرين. الصبر يعني الصبر كيكون وراه الفرج، يعني داروا هذه المساله واضحه، ما قال لك صبر الا وراه الفرج، يعني كتسمى هذيك واحد المرحله مؤقته، وكان دائما ما غاديش يقول لك صبر. وهذا الصبر راه هو، شوف راه جود، راه شوف راه هزيمه الانسان هو الصبر، راه قوه الشخصيه ديال الانسان هو الصبر، راه ماشي شي حاجه اخرى. ما فيك الصبر راه ما يمكن لك دير حتى شي حاجه في الحياه، ما يمكن دير والو، كتبقى غير تهرب. هو كتهرب، الصبر كيخليك تواجه الواقع وكتعيش الواقع وكتقبل الواقع. نطلب الله غير يحيدوا الانترنت هكا السي عبد الرحيم. هي دابا ما يمكنش ليها تحيد، هو الاقتصاد العالمي كله هو مبني عليها، ما يمكنش ليها تحيد. بغيت ترجع للكتوبه وبغيت ترجع للدفاتر والستيلوات، هذاك الشيء. والبشر دابا ولا سارع، ما بقاش عنده الوقت، ما بقاش الحياه الطبيعيه، فهمتي؟ هي الحياه جات تدريجيا، بحال انت بديتي كاتبني طلعتي لواحد القبه وتعاود ترجع ثاني تنزل من التحت. راه ما يمكنش ترجع لثاني البدايات. الزمن غادي بسرعه، ولكن خص الانسان يكون مستعد لهذه الصوره ويكون موجد لها باش يتعايش معها. الزمن ما يمكنش لك تحيد الانترنت. انت لا حيدوا هذا الانترنت بحال هذوك الطوبات ودوك الفيران ما بقاش يطلعوا في داك السوشيال ميديا ديال صحاب التفاهه. هذا اللي كيبين مرتو، اللي يبين ختو يشطح معاها، اللي يبين هذاك عاش. غادي نقول لك هذوك دابا هو التعليم، خصك تمشي للبيئه الاسس ياك سمعي. هذاك الشيء راه قلنا لك 3 الاجيال ما عاد يمكن لك تحيدو. وانا التعليم راه كاينين شي ناس ما قاريش منهم، انا ما قاريش، ولكن في نفس الوقت راه ما يعني عندك عقل. غادي تكون، راه قلنا غادي تكون اقليه، ما عندهاش اثار، ما تغطي، ما تغير والو. خصنا نمشوا السبب اللي يمكن ليه يغير لينا. السبب ما يمكنش لينا حنا فرد عادي طبيعي بحالك انت ولا بحالي انا غادي نغيروا شي حاجه. نقدر انا نغير الاسره ديالي، نغير الاسره ديالي من كتكون 3 الناس ولا 4 الناس، ولكن هذيك الاسره خصها ثاني، خاصها واحد 30 سنه يلا توصل لذاك الشيء اللي هو انت كونتي عليه وسير. يعني ما عنديش يعني اسره غتوجد انت في 30 سنه، اش بتعطي، اش بتغير في الحياه؟ ما تبانش. ما تبانش. كنا نمشيو منين حنا كنجمعوا واحد الجوقه ديال الاطفال ونديروهم في الاقسام ونكسروا عليهم الكتوبه وهذا، وفي الاخر كنخرجوه خاوي من الداخل. هادشي راه كيكون مقصود. هذا انا كنعتقد بان هذا الشيء راه مقصود، بان الانسان خصو يمشي في هذا النهج. هذا مو منهج، هذه سياسه مو منهج، وماشي غير عندنا حنا، جميع الدول العربيه العولمه كتمشي في هذا الاتجاه باش تسيطر على الانسان. باش ملي كتكون ضعيف كتكون سهل السيطره، ملي ما كتكونش مسلح من المعلومات ومن بزاف ديال الحوايج غادي تكون ضعيف الاستهلاك ولا الاستغلال جامع ما يكون. الضعف هو اللي هو الضعف منين كيجي من قله الايمان. راه الضعف والايمان راه ما كيتلاقاوش، راه من المستحيل. عندك الضعف والخوف. الضعف هو اللي كيدير لنا الخوف، والخوف هو اللي كيخلينا نستسلموا. الضعف والخوف هو الهزيمه.